ازاي احمي نفسي من الخيانه؟ سؤال بيساله كتير جدا من الناس، خصوصا الطرف اللي بيكون بيحب قوي ومتعلق بزياده بالطرف الاخر. وفي نفس الوقت السؤال ده انا بتساله كتير جدا على الصعيد الشخصي، والحقيقه ان انا مش عايز اصدمك والله، بس انا في الفيديو ده مش هقول ابدا زي باقي الفيديوهات اللي بتقول ان مفيش اي مبرر للخيانه ومفيش اي حاجه تخلي طرف يخون الطرف الاخر. وقبل ما تبتدي تتسرع وتحكم عليا وتبتدي تهاجم، اسمع للاخر وخليك مكمل معايا عشان تفهم وجهه نظري. بس قبل ما ابتدي اخش في موضوع الحلقه، ما تبخلش عليا باللايك، لان اللايك بيزود انتشار الفيديو وده بيساعد القناه بتاعتي تكبر اكتر واكتر. وفي نفس الوقت لو لقيت الفيديو ده مفيد او حسيت في حد محتاج الفيديو ده، ما تبخلش عليه انك تبعته له، لعل وعسى تاخد اجر وثواب انك ساعدت الشخص ده. ودلوقتي خلينا على طول نخش في موضوع الحلقه، ازاي احمي نفسي من الخيانه في بره الصندوق. وزي ما بقول في باقي كل الفيديوهات، انا هنا مش جاي اعيش في عالم مثالي خيالي مش موجود على ارض الواقع خالص، بالعكس انا هنا بعيش معاك على ارض الواقع وبعيش الواقع اللي احنا عايشينه، لان الهدف من القناه دي انك فعليا تعرف تتصرف ازاي في العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. عشان كده انت لازم تفهم كويس ان في العلاقه في حاجات انت مطلوبه منك ولازم تعملها عشان خاطر تبقى انت كده عملت اللي عليك، تبقى انت كده حرفيا ما خليتش للطرف اللي قدامك اي مبرر او اي دافع، بلاش اقول كلمه مبرر، مفيش ليه اي دافع يخليه ان هو يبقى عايز يخونك. وعلى عكس كل الفيديوهات اللي بتقول ان الحاجات دي هي بتنحصر في فكره انك لازم تعامل الشخص اللي قدامك كويس جدا وتكون متساهل معاه وتكون طيب جدا معاه وعادي تعديله وعادي كل الكلام ده، للاسف انا مش هقول لك كده خالص. للاسف الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لازم تفهم كويس انك لازم زي ما بتدي للي قدامك حقه تالت متلت، انت كمان لازم تاخد حقك تالت متلت. وده اللي هو بكل بساطه بيتمثل في فكره انك انت توضح للشخص اللي قدامك ايه هي الحاجات اللي انت عايزها وايه هي الحاجات اللي بتضايقك، ووضح له كويس جدا ان الخطوط الحمراء بتاعتك انت مش هتقبل التهاون فيها اطلاقا. لما الطرف اللي قدامك يبتدي يشوفك شخص فاهم كويس قوي انت عايز ايه من العلاقه، في نفس الوقت انت حاطط كل الحدود الحمراء او كل الخطوط الحمراء وموضحها له، وانت في نفس الوقت موضح له تبعيات ان هو يعدي الخطوط الحمراء دي ايه، هو ساعتها الشخص اللي قدامك بيبتدي يحس ان هو مع شخص قوي، سواء كان على فكره الشخص ده راجل او ست. بكل بساطه ساعتها الطرف اللي قدامك بيبتدي يحس انت حد انت فاهم عايز ايه كويس جدا، وانت حد ما عندكش اي مشكله ان انت تنهي العلاقه مع الطرف اللي قدامك لو هو قرر يجي عليك بزياده. بالتبعيه هتلاقي الشخص اللي قدامك بيعمل لك الف حساب، حتى لو الشخص اللي قدامك قرر او الشيطان وزه يعمل حاجه كده او كده، بيبتدي يخاف جدا من الموضوع ده، لانه فاهم كويس ان انت حد عند كلمتك وفاهم كويس ان انت حد مش هتتهاون في موضوع زي ده. للاسف الناس في الزمن ده بتفهم ان انت لما بتتسامح معاهم زياده وبتساعدهم زياده وبتيجي على حقك زياده وبتيجي على نفسك زياده، ان انت شخص ضعيف، ان انت شخص مش مقدر قيمتك كويس. فبالتالي ده هيبتدي يجرأ عليك الشخص اللي قدامك ويبتدي يمكن يفكر ان هو يخونك، لان هو شايفك انت حد ضعيف، ومفيش حد فينا بيحب يكون مع شخص ضعيف. اما بالنسبه للنقطه الثانيه، فهي فكره انك لازم تفهم كويس انك بعد ما عملت النقطه الاولى اللي انا لسه شارحها لك من شويه، انت لازم تكون فاهم كويس ان مفيش اي حاجه تضمن ليك 100% ان الطرف اللي قدامك مش هيخونك، لان الموضوع ده مش في ايدك اساسا. يعني بكل بساطه انت ممكن تعمل للشخص اللي قدامك كل حاجه، وممكن تكون موضح له كل خطوطك الحمراء وكل متطلباتك وكل تطلعاتك ومفهمه كويس عواقب افعاله ايه، وبرضه هتلاقي الشخص اللي قدامك يخونك، لان فعل الخيانه ده هو مش في ايدك انت، ده في ايده هو. فاحنا مستحيل نتحكم في الطرف اللي قدامنا، ودي العقليه اللي انا عايزك انت تخش بيها في اي علاقه مع الطرف اللي قدامك. اي علاقه هتخشها لازم تفهم كويس ان الشخص اللي قدامك ده انت مش ضامنه 100%. يا جماعه بكل بساطه ربنا بنفسه بيقول يمسي الانسان مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فما بالك يا جماعه في العلاقات؟ يعني في الدين في ناس بتكون الصبح مؤمنه وبالليل بتكون كافره، فانت عايز تقنعني انك انت ما فيش اي حاجه هتخلي الطرف اللي قدامك يخونك وانت تقدر تضمن ده 100%؟ الكلام ده مش موجود. لكن الفكره هنا انت لازم تكون محضر نفسك كويس قوي، لو الشخص اللي قدامك بعد انت ما عملت كل حاجه وحرفيا عملت اللي عليك تماما لقيته برضه خانك، انت هتتصرف معاه ازاي؟ ده اللي انت لازم تشغل نفسك بيه، لانك انت لازم تشغل نفسك بالحاجات اللي انت ليك كنترول عليها، الحاجات اللي انت بتتحكم فيها. ما تشغلش نفسك بحاجات اوت اوف يور كنترول، هي خارجه عن السيطره بتاعتك. فبكل بساطه ان الشخص اللي قدامك يخونك او ما يخونكش دي مش في ايدك، ده قراره هو قرر يكون حد كويس او قرر يكون انسان سيء. فلما هو يقرر يكون انسان سيء ويخونك دي حاجه مش في ايدك، كل اللي في ايدك دلوقتي هي رده فعل. فبالتالي انت لازم تفهم كويس ايه هتكون رده فعلي لما اكتشف ان الشخص اللي قدامي خانني، ده اللي انت لازم تشغل نفسك بيه، غير كده ما تشغلش نفسك. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، ولو حابب تعرف اكتر ايه الحاجات اللي بتخلي الستات تحب الراجل البياع او المستغني وهي نفس الست بتستغني عن الراجل اللي متعلق بيها، فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.